العميل بيشتري مننا ليه يا جماعه؟ عشان منتجنا كويس، صح ولا غلط؟ رحتي تشتري لابتوب فسالتي لو سمحت يا جماعه انا عايز لابتوب، البياع اللي هناك قال لك عايز لابتوب، ده انا عندي لابتوب كويس جدا. قلت له ليه كويس؟ قال لك اولا اللابتوب ده معمول من ماتيريال اف بي، وان كارت الشاشه بتاعه 6 جيجا، وان في شاشه ريتنا 6000 كلر. اللي هو قاله ده فادك انت بحاجه؟ ليه؟ لانه اتكلم عن البرودكت بتاعه وما اتكلمش عنك انت، وكأن البرودكت بتاعه ما بيحللكش مشاكل. تعال نعيد السيناريو ده. لو سمحت انا عايز لابتوب، حضرتك عايزه في ايه يا فندم؟ لو رديت عليه قلت له انا عايزه في جيمنج، هلعب بيه جيم، زي ما تقول له انا عايزه في الجرافيكس عشان اعمل جرافيك ديزاين وفيديو اديتنج ومونتاج والكلام ده، زي ما تقول له انا عايزه في البيزنس. لما قلت له انا عايزه في البيزنس او عايزه في الجرافيك او عايزه في الجيمنج، بدا يبيع البرودكت بتاعه في الحته دي. فبدا يقول لك ايه؟ على فكره يا فندم الكارت الشاشه ده 6 جيجا، وبالتالي الالعاب عمرها ما تقطع معاك، واحدث انواع الالعاب بتشتغل كومباتبل معاها عادي جدا، لان في العاب كتير مش هتشتغل على كارت الشاشه اقل من 6 جيجا. شاشه ريتنا 6000 كلر عشان حضرتك بتعمل مونتاج. اوعى تبيع للكاستمر فيتشرز، انت حر. المنتج بتاعك ايه؟ رو ماتيريال جايه منين؟ الباكج شكلها ايه؟ الكومبوننت بتاعته والمكونات اللي فيه ايه؟ التركيز بتاعه كام؟ كل ده لا يعني الكاستمر في شيء اذا ما تترجمش لحاجه فعليه تلمس الواقع بتاعه. وده علشان الكاستمرز دونت باي برودكت بيكوز اوف يور ريزون. هو مش بيشتري بسبب ان انت شايف المنتج كويس، بس هو بيشتري المنتج عشان ايه؟ عشان يحقق بيه بنفيتس او يحل سولوشن او اون نيد عنده. وعلشان كده لازم نتعلم تكنيك تحويل الفيتشرز او الخصائص اللي موجوده في منتج لايه؟ لبنفيت. فلازم يكون عندك في اي منتج في الدنيا، هتقول لي الرو ماتيريال جاي من المكان الفلاني، لا يعنيني. هتقول لي كومبوزيشن كذا، لا يعنيني. هتقول لي الباكج معموله من كذا، لا يعنيني. هتقول لي معمول بتكنولوجي الفلانيه، لا يعنيني. هتقول لي ان هو قديم ومعروف في السوق، لا يعنيني. عشان كده انجح نوع من انواع السيلز مان هو اللي بيسيب مكانه وبيروح يقف مكان مين؟ كاستمر جاي ليه؟ عايز يشتري ايه؟ بيدور على ايه؟ فهاجي بقى اقول لك لا ده كارت شاشه 6 جيجا وبالتالي قوته عاليه جدا، فمش هخلي اللعبه تقطع. انا كده استفدت ان اللعبه عندي مش هتقطع، ربطتهم ببعض، ربطت اللي انا عايز اقوله فهمي للبرودكت باللي الكاستمر عايز يوصل. هي البنفيت لغايه ما اوصل للفاينل بنفيت. يعني مثلا انا عندي تركيز 500 مللي جرام، سوات بيدي هاي كونسنتريشن في البلازما، سوات بيفضل على اللونج تيرم، يفضل معاه 24 ساعه، سوات هياخده وانس ديلي. ايوه امسك، هي دي البنفيت، الفاينل بنفيت. انا بدور على الفاينل بنفيت. هتقعد تقول لي شاشه معموله من ماتيريال كذا، سوات ده بتدي 6000 كلر، سوات ده دي بتخلي فصل كبير جدا في الالوان وبعضها. يا باشا انت بتتكلم عن البرودكت، سوات. طيب مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا نحول الفيتشر في البرودكت بتاعنا لبنفيت ملموسه، عشان نلاقي كلام في الكل نقوله يكون مناسب للكاستمر. فهمنا للبيشن اللي محتاج البرودكت بتاعي هيتوقف عليه ان انت هتطلعه من فيتشرز ايه عندك علشان تحولها لبنفيت فنعرف نبيع. دوري بقى ان انا اعمل ايه؟ دوري ان انا امسك البرودكت بتاعي واطلع منه الفيتشرز والبنفيت علشان تتناسب مع طبيعه الكاستمر بتاعي. مع العلم الذكي بقى اللي هيربط الحته اللي انا هقولها دي. فاكر لما اتكلمنا من شويه عن الباينج موتيفز بتاعه الكاستمر؟ كان في ناس عايزه افيكاسي وبرفورمانس، في ناس عايزه سيفتي، في ناس عايزه كذا. انا عايز اطلع الفيتشرز اللي تساتسفاي الحاجات دي من الناس في صوره بنفيت. هو في الاخر الراجل عايز يشتري سيفتي، هو عايز يشتري برفورمانس، هو عايز يشتري برايس كويس. انت بتقول له البرايس 200 جنيه ومشيت، ده كويس بقى ولا مش كويس؟ انت بتقول لي الماتيريال بتاعتي معموله من تكنولوجي مش عارف ايه، مفيد ليه ولا مش مفيد؟ فالف ب سيلينج انك تحول الفيتشرز لبنفيت علشان تقدر تقنع بيها الكاستمر.